أيها السادة والسيدات من الفضيلة، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار الظهيرة. استهلوا معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. المهنيين الصحيون يناشدون بضرورة التعامل الأمثل مع الأدوية. مركز التعليم والأبحاث يقدم دورة تأهيلية للطلاب. سيمينارات حول الحد من العادات الضارة في كركبة. إيران تندد بأمريكا في الذكرى الأربعين للثورة. إجراء مناورات بحرية في باكستان. حريق في نيودلهي يقتل 17 على الأقل. أهلا بكم إلى التفاصيل. طلب المعلمون والطلاب بمدرسة وارساي كالو التي تستقبل الطلاب القادمين من مختلف المدارس طالبوا منح قضية إنشاء المعامل الجيدة وتجهيز المواد الكافية لترسيخ الدراسة النظرية بالوسائل التعليمية الاهتمام الأكبر. وجاء ذلك في المعرض الأكاديمي الذي نظم بمبادرة المعلمين والنادي العلمي، بالإضافة إلى تعاون أعضاء إدارة المدرسة والشركاء داعين لتنظيم هذا العرض بمستوى عالي وتجهيز المتطلبات اللازمة في أوانها. وأشار مسؤول وحدة الشؤون الأكاديمية الأستاذ محمد قبر سلاسي إلى أن تحويل التحديات السائدة في محيطك إلى فرص يعد أحد سبل النجاح، مشيدا بالمعلمين الذين يسعون لتجهيز معمل يعزز من عملية التعليم والتعلم. من جهته قال المشرف التربوي بالمدرسة الأستاذ كفلي نقاش أن تنسيق المعلومات النظرية والتطبيقية أمر لا يستهان به في ترسيخ المعارف، مناشدا المعلمين والطلاب والشركاء للحفاظ على قيم الوفاء والمساهمة الفاعلة التي أبدوها لبلوغ الهدف المشهود. بدورهم أشار المعلمين والطلاب إلى أن التعليم الأكاديمي النظري دون إسناده بالتعليم التطبيقي لا يمكن أن يعزز من قدرات الطلاب في مجال البحوث والابتكار كما ينبغي. نظم مركز التعليم والأبحاث المنضوي تحت وزارة التعليم دورة تأهيلية امتدت لفترة أسبوعين في ساحة الإكسبو بالعاصمة أسمرة ل60 من طلاب المدارس المتوسطة والثانوية حول تركيب الروبوتات وإعداد التطبيقات. وأوضح الأستاذ سلد أن بهتاء عضو بالمركز في مراسم التخريج التي جرت في 8 من فبراير الحالي بأن الهدف من الدورة هو تشجيع الطلاب للتسلح بالمعدات العصرية وترسيخ ثقافة التعليم والتعلم وإعداد المشاريع الصغيرة. وذكر بأن المركز كان يقدم الخدمات في فترة تنظيم المهرجانات فقط، إلا أنه وبدءا من العام الدراسي 2017-2018 ظل يقدم الخدمات للطلاب المنتخبين عبر وزارة التعليم في فترة الإجازة نصف سنوية. من جهتهم قال الدارسون أن المعلومات المكتسبة تعزز من معارفهم المحدودة، مناشدين لإيجاد سبيل لتنظيمه بشكل أوسع. نظمت في مديرية كركبة بإقليم القاش بركة سيمينارات حول تعزيز وعي المواطنين للحد من العادات التي تسبب في إحداث الأضرار الاجتماعية والجسدية والذهنية في أوساط المجتمع المدني. وقدم مسؤول التوعية والمعلومات في مكتب وزارة الصحة بإقليم القاش بركة السيد سلطان حقوس توضيحا مفصلا عن وجود عادات وتقاليد ضارة تدفع حتى مرحلة الإعاقة والوفيات، مثل زواج القاصرات والختان وغيرها من تلك العادات الضارة، داعيا المجتمع المدني لرفع الوعي والمساهمة بفعالية للحد منها. ورغم أن السيمينارات المنتظمة حققت تقدما ملموسا، إلا أنه لم يتم الوصول إلى الحد من العادات الضارة بشكل نهائي، مناشدا المجتمع المدني لاتباع المبادرات المتخذة ببعض المناطق. من جانبه أشار مسؤول عيادة مديرية كركبة الممرض تسفازقي يوهنس إلى أنهم يعملون لتعزيز وعي المجتمع للحد من العادات الضارة إلى جانب تقديم الخدمات الصحية. وبما أن المهام لا تترك للمهنيين الصحيين فقط، مذكرا الإدارات وغيرها من المؤسسات الحكومية للعمل الجاد في هذا الشأن. أودى حريق اندلع في مساء 8 من فبراير الحالي في ضاحية قرنفيد بمديرية عالي القاش إلى حدوث أضرار جسيمة. وأوضح الشاب قبري مانع عضو شرطة أوقار عن تدمير 25 منزلا
ل 22 أسرة، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي في انتشار الحريق هي النيران التي زاد اشتعالها بسبب الأعلاف المخزنة في المنازل. من جهته أكد مدير الضاحية السيد شيشاي هيلي بأن الحريق لم يتسبب في إحداث أي خسائر بشرية، إلا أنه دمر محاصيل الحبوب وغيرها من الممتلكات الأخرى التي كانت مخزنة في تلك المنازل، مذكرا المواطنين والإدارة بضرورة اتخاذ خطوات سريعة من أجل دعم ومساعدة المتضررين. من جانبه أشاد المتضررين بالمبادرة التي اتخذها السكان لإخماد الحريق، داعين الجهات الحكومية والمواطنين لتقديم يد المساعدة. فاصل ونوافيكم بالأنباء العالمية، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد. شارك مئات الآلاف الإيرانيين في مسيرات، وأحرق بعضهم أعلاما أمريكية لإحياء الذكرى الأربعين للثورة الإسلامية، بينما تباهى قادة البلاد بصواريخ باليستية في تحدي للجهود الأمريكية لكبح قوتهم العسكرية. وتدفق جنود وطلاب ورجال دين على الشوارع في أنحاء إيران، وحمل كثيرون صورا لرجل الدين الشيعي آية الله روح الله خميني الذي أسقط الشاه في ثورة إسلامية ما زالت تزعج الغرب حتى يومنا هذا. وبعد عقود من العداء مع الولايات المتحدة، قالت طهران أنها عازمة على تعزيز قواتها العسكرية وبرنامجها الصاروخي البالستي رغم الضغوط المتزايدة من دول معادية لكبح عملها الدفاعي. وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني في خطاب ألقاه في ميدان أزادي أن الجهود الأمريكية لعزل إيران ستفشل، وأضاف أن العقوبات الأمريكية لن تقسم ظهر الجمهورية الإسلامية. بينما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر أن الحكومة الإيرانية خذلت شعبها. انطلقت في مدينة كراتش الباكستانية مناورات أمان 2019 البحرية بمشاركة قوات من 46 دولة. وخلال مؤتمر صحفي، قال قائد الأسطول الباكستاني أمجد خان نيازي أن مناورات أمان بدأت لأول مرة في 2007 ويتم تنظيمها مرة كل عامين. واعتبر أن المناورات البحرية ترمي إلى تحقيق التفاهم ضد التهديدات المشتركة وزيادة التعاون بين البلدان التي لديها مصالح مشتركة. وشدد على أهمية المناورات بالنسبة للبلدان التي تعتمد على الملاحة في الأمن والتجارة. وفيما يتعلق بالأسطول الباكستاني، أشار نيازي إلى شراء بلاده 4 سفن حربية و8 غواصات من الصين، إلى جانب 4 سفن حديثة من تركيا، وذلك في إطار مساعيها لضمان أمنها القومي. قالت السلطات في العاصمة الهندية أن حريقا شب في فندق في نيودلهي مما أسفر عن سقوط 17 قتيلا على الأقل، الأمر الذي أثار تساؤلات جديدة بشأن معايير السلامة في الفنادق التي لا تلتزم بإجراءات السلامة. وأخفقت الحملات المتكررة التي تقوم بها السلطات المدنية لتعزيز معايير البناء وإجراءات السلامة والتأمين ضد الحرائق وعمليات الإجلاء في كبح الانتهاكات في مدينة تشهد توسعا سريعا ويغطونها 18 مليون نسمة. وقال نائب رئيس جهاز الإطفاء أن 17 شخصا لقوا حتفهم جراء الاختناق وليس الحريق، مضيفا أنه تم إنقاذ 35 شخصا. وذكرت وسائل الإعلام أن معظم الضحايا كانوا نائمين عندما اندلع الحريق الناجم على الأرجح عن ماس كهربائي. هل يمكن أن يكون الإنسان الآلي مبدعا؟ هذا هو السؤال الذي يتمنى صاحب معرض فني في بريطانيا الإجابة عليه من خلال الروبوت أيدا، التي يقول مصنعوها أنها ستكون قادرة على رسم الوجوه باستخدام قلم رصاص مثبت في يدها الإلكترونية. ويشرف أيدن ميلر صاحب المعرض الفني على المراحل النهائية لتصنيع أيدا في شركة إنجرد أرتس ومقرها كورنوال. ويقول مصنع الروبوت أيضا أن هيئتها ستكون مسرحية وحركاتها تعبيرية، كما سيكون بمقدورها الحديث والإجابة على الأسئلة. وتتعرف كاميرات في عيني الروبوت أيضا على الملامح البشرية، وستتمكن من التواصل البصري وتقليد من يقف أمامها. وسيكشف النقاب عن أيضا للمرة الأولى خلال معرض في جامعة أكسفورد في مايو، وستعرض رسوماتها في لندن في نوفمبر المقبل.
بهذا نصل إياكم إلى ختام هذه النشرة. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء. في أمان الله وحفظه.